فيلمنا النهاردة بيبدأ بحكاية عن مجموعة من البط واللي بيكونوا عايشين كلهم حياة سعيدة في بحيرة مية جميلة، ولكن وقتها بيظهروا بطتين صغيرين واللي بيكونوا حاسين بالملل، وعلشان كده بيقرروا انهم يستكشفوا العالم وبيسيبوا البحيرة وبيمشوا. ولكن فجأة بيظهر لهم طائر مفترس وبيهاجمهم، وفعلا بيقدر انه يوقعهم في الغابة وبيحاصرهم هو وأتباعه. وفي الوقت ده بنروح لأرض الواقع وبنشوف أبو البط اسمه ماك، واللي كان هو اللي بيحكي القصة دي لأولاده علشان يخوفهم من فكرة انهم يبعدوا عن البحيرة. وبيقول ماك لأولاده اللي اسمهم داكس وجوين إن الخروج من البحيرة ده خطر جدا، وبيحاول إنه يرعبهم من كل حاجة ممكن تقابلهم. ولكن وقتها بتتدخل زوجته البطة اللي اسمها بام وبتحاول تطمن أولادها، خصوصا بنتها الصغيرة جوين اللي بتكون مرعوبة جدا من اللي والدها بيحكيه. أما داكس فما بيكونش مصدق القصة وبيسيبهم علشان يروح ينام. بعدها بتودع جوين والدها ووالدتها وبتروح تنام هي كمان. وبعدها بيظهر على بام إنها متضايقة جدا من ماك، واللي بتروح تزعق له لأنه بيخوف أولادهم. فبيحاول ماك يشرح لها ان هو بيعمل كده علشان اولادهم ما يبعدوش عن البحيره ويعرضوا حياتهم للخطر. وبالرغم من ان بام ما بتكونش مقتنعه بكلامه، الا انها بتقرر انها ما تتجادلش معاه، وبيناموا هما الاتنين في العش بتاعهم. وفي تاني يوم بنشوف ماك وبام وهم بيلعبوا مع اولادهم وبيقضوا معاهم وقت سعيد وممتع. واثناء ما هم بيلعبوا بيوصلوا مجموعه من البط المهاجر للبحيره، فبتتحمس بام جدا وبتطلب من ماك انهم يروحوا يتعرفوا على مجموعه البط دي. وفي الوقت ده بيكونوا داكس وجوين سبقوهم وراحوا للبط ورحبوا بيهم في البحيرة بتاعتهم. وبالصدفة بيخبط داكس في بطة لطيفة وبيعتذر لها، فبتعرفوا البطة دي بنفسها وبتقوله إن اسمها كيم، وبتفهمه إنها هي وعيلتها متجهين للجنوب. وبتستغرب كيم جدا لما بتعرف من داكس إن هو وعيلته ما هاجروش خالص قبل كده، وبتتحمس كيم وبتطلب منه إنه يجيب عيلته ويهاجروا معاهم، وبتسيبه علشان تروح تعرف والدها. ولكن فجأة بيجي ماك وبيزعق لداكس وجوين لأنهم مشيوا من غير ما يعرفوهم. وفي الوقت ده بتروح لهم كيم هي وعيلتها اللي بيسألوا ماك وبام إذا كانوا حابين ينضموا لهم ويهاجروا معاهم. وبتقول لهم والدة كيم ان هم متجهين لمكان اسمه جزيرة جامايكا، وبتعرفهم ان المكان ده موجود فيه بحيرة جميلة فيها مية بتنور. فبتتحمس بام جدا هي واولادها وبيكونوا عاوزين يروحوا معاهم. ولكن للاسف بيرفض ماك الفكرة وبيشكرهم على عرضهم وبيسيبهم وبيمشي. فبيستغربوا عيلة كيم من رفض ماك، ولكنهم في الاخر بيودعوهم وبيمشوا. وبعدها بتروح بام لماك وبتزعق له بسبب اللي هو عمله، وبتقول له ان هم نفسهم يهاجروا ويشوفوا العالم. وساعتها بينضموا لها داكس وجوين وبيفضلوا يترجوا والدهم انه يوافق انهم يهاجروا ولو لمره واحده بس. ولكن للاسف بيرفض ماك طلبهم وبيفهمهم ان الهجره مخاطره كبيره قوي وانهم ممكن يتعرضوا للموت في اي وقت. وبيكمل ماك كلامه وبيقول لهم ان هم مستحيل يسيبوا البحيره لانها مكان امن بالنسبه ليهم كلهم. فبتتضايق بام اكتر وبترد عليه وبتقول له انهم مش هيفوتوا الاستمتاع بحياتهم علشان هو خايف من انه يسيب البحيره. وبتبدا بام تفهم ماك اهميه المغامره والهجره بالنسبه ليهم هم واولادهم علشان يشوفوا قد ايه العالم جميل. وبتكمل بام كلامها وبتقوله ان هو لازم يدرك اهميه الكلام ده قبل فوات الاوان، وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بنشوف ماك وهو قاعد بيفكر في كلام بام. وفي الوقت ده بيجيله عمه اللي اسمه دان، وساعتها بيساله ماك عن رايه في الهجره. فبيقول له العم دان ان الحياه في البحيره جميله وامنه جدا، لكنه لو فضل عايش هنا هيضيع فرصته في استكشاف العالم، وهيجي اليوم اللي زوجته واولاده هيتخلوا عنه فيه وهيسيبوه لوحده ويمشوا. فبيتصدم ماك من كلام العم دان وبيرجع للعش بسرعه وبيصحي بام واولاده وهو متحمس جدا، وبيقول لهم ان هو قرر انهم يهاجروا هم كمان لجزيره جامايكا. فبتفرح بام هي واولادها جدا وبيحضنوا ماك. وبمجرد ما جوين بتشوف العم دان بتروح تطلب منه ان هو يهاجر معاهم لجزيره جامايكا. وبالرغم من ان العم دان بيكون رافض الفكره الا انه بيوافق في الاخر. وفي تاني يوم بيستعدوا عيله ماك وبينطلقوا في رحلتهم وبيطيروا فوق الغابه. وفي الوقت ده بنشوف بام وداكس وجوين وهم متحمسين جدا للرحله دي وبيكونوا طايرين وهم مبسوطين. ولكن وقتها بيستغرب ماك لما بيلاقي ان كل الطيور طايره عكس الاتجاه اللي هم طايرين فيه، وما بيكونش ماك عارف السبب. وبعد شويه بتظهر عاصفه قويه وبنشوف ماك وعيلته وهم مستخبيين من الامطار اللي بتكون غزيره جدا. وساعتها بتحاول بام انها تطمن اولادها وبتقول لهم انها واثقه ان رحلتهم هتكون جميله. ولكنهم فجاه بيترعبوا كلهم لما بتروح لهم واحده من طيور الهورن واللي بتعرفهم بنفسها وبتقول لهم ان اسمها ايرين، واللي بتقرب منهم وبتسالهم عن سبب وجودهم هنا. ولان ماك وعيلته بيكونوا مرعوبين منها ما بيقدروش ان هم يردوا عليها. فبتقول لهم ايرين ان الجو هنا برد جدا وبتاخدهم علشان توديهم للعش بتاعها. وهناك بيتصدم ماك هو وعيلته وبيترعبوا اكتر لما بيشوفوا العش بتاعها اللي بيكون عباره عن بيت مهجور شكله مرعب ومخيف. وبمجرد ما بيدخلوا كلهم للبيت بتعرفهم ايرين على زوجها اللي اسمه هاري واللي بيكون طائر مفترس. فبيخاف ماك هو وعيلته وبيقرروا انهم يمشوا من عندها. ولكن ايرين بتمنعهم وبتقول لهم ان هم لازم يباتوا معاهم النهارده، وبتعرفهم انها هتحضر لهم العشاء. وفعلا بتروح ايرين
إيرين وبتجيب طاسة وبترجع لماك وعيلته وبتعرفهم إن هاري كان صياد ماهر، ولكنه دلوقتي ما بقاش بيقدر يتحرك من مكانه، وإنها هي اللي بقت بتجيب له الأكل لحد البيت. وبتطلب إيرين من عيلة ماك إنهم يناموا في الطاسة على أساس إنها سرير، ولأنهم كلهم بيكونوا خايفين منها بينفذوا كلامها وبيناموا كلهم في الطاسة. فبتتمنى لهم إيرين ليلة سعيدة وبتطفي النور. وفي نص الليل بنشوف هاري وإيرين وهم نايمين على السرير، أما ماك وعيلته فبيكونوا مش عارفين يناموا من الخوف، وعلشان كده بيقرروا إنهم يهربوا. وبمجرد ما بينزلوا كلهم من الطاسة بيتفاجئوا بإيرين وهي واقفة قدامهم واللي بتسألهم هم رايحين فين، وبتخوفهم أكتر وبتقول لهم إن بالليل الحيوانات المفترسة بتدور على الطيور علشان تاكلها. وفجأة بتجري إيرين وبتهاجم داكس وجوين، ولكن ماك وبام بيمنعوها. فبيقوم هاري وبينقض على داكس وجوين وبيحاول إنه يمسكهم، ولكنهم بيتفادوه وبيجروا بسرعة علشان يخرجوا من الفتحة اللي ما بين الأخشاب، ولكن الفتحة بتكون صغيرة جدا. وفي الوقت ده بتجري إيرين وبترمي ماك وبام على السرير وبتخلي هاري يمسكهم من رقبتهم. وبتقدر إيرين إنها تحاصر داكس وجوين اللي بيكونوا خايفين ومرعوبين جدا منها، وبيفضلوا يترجوها إنها ما تاكلهمش، ولكن فجأة بتظهر سمكة مفترسة وبتاكلهم، وقبل ما تبلعهم بتمسكها إيرين وبتضربها وبتنقذ داكس وجوين. وبعدها بتشرح لهم إيرين إن بالليل الأسماك دي بتدور على أي طيور صغيرة علشان تفترسهم. فبيتصدموا ماك وبام لما بيعرفوا إن هاري وإيرين كانوا بيحاولوا يحموهم مش ياكلوهم زي ما هم كانوا فاهمين. وبعد شوية بيناموا كلهم مع بعض على السرير وما بيكونش ماك مصدق اللي حصل. وفي تاني يوم بتروح إيرين وبتودع ماك وعيلته اللي بيشكروها على إنقاذهم. وفي الطريق بيفضلوا ماك وبام يتكلموا مع بعض عن اللي حصل وقد إيه هم كانوا مرعوبين، ولكن وقتها بيقاطعهم داكس وبيطلب منهم يجوا وراه بسرعة. وفعلا بيروحوا كلهم وراه وبيطلعوا فوق السحاب، وهناك بينبهروا كلهم من شكل السحب الجميل واللي بيفضلوا طايرين فوق وهم فرحانين. وبعد شوية بيستغربوا كلهم لما بيشوفوا ضوء أحمر ظاهر من تحت السحب، واللي لما بيعدوا من فوقه بيكتشفوا إن هم وصلوا لمدينة البشر، واللي بيكون مكان جديد جدا بالنسبة لهم. وفجأة بيلاقي ماك رافعة عملاقة، ولما بيحاول إنه يتفاداها بينزل على سطح مبنى من المباني، وبيقدر إنه يوقف نفسه على آخر لحظة، ولكنه بعدها بيقع هو وعيلته من على المبنى بالغلط. وقبل ما يوصلوا للأرض بيلحقوا نفسهم وبيطيروا تاني بسرعة، وبيقدروا إنهم يتفادوا كل العربيات والحواجز اللي بتقابلهم لحد لما بيدخلوا الحي ضيق وبيخبطوا في صندوق القمامة. ولما بيفوق ماك بعدها من اللي حصل بيكون مخضوض جدا على عيلته، وبيروح وبيطمن على زوجته وأولاده. وبنشوف وقتها العم دان اللي بيكون وقع على لافتة واللي بتاخده وبتتجه بيه ناحية الحديقة. فبيقرر ماك هو وعيلته إنهم يروحوا وراه بسرعة علشان يساعدوه. ومن ناحية تانية بنشوف العم دان اللي بيكون وقع في الحديقة، واللي لما بيشوف سندوتش واقع على الأرض بيفرح جدا بيه لأنه بيكون جعان جدا. وقبل ما ياكلوا بيجوا مجموعة من الحمام وبيحاصروه وبيبدأوا كلهم يهاجموه علشان ياخدوا منه الساندوتش، ولكن فجأة بيوصل ماك هو وعيلته وبيهاجموا الحمام وبيحاولوا يبعدوهم. ووقتها بيتعصب ماك وبيقول إنهم حمام مقزز، وساعتها بيقفوا كل الحمام في مكانهم، وبتيجي حمامة صغيرة شكلها شرير وبتسأل عن الشخص اللي قال عليهم إنهم مقززين. فبيشاوروا كل اللي موجودين على ماك، فبتتعصب الحمامة وبتحاصر ماك وبتزعق معاه، وبتعرفه إن اسمها تشامب وإنها قائدة مجموعة الحمام دي. وبتقرر تشامب هي وكل الحمام إنهم يضربوه لأنه شتمهم، ولكن وقتها بتتدخل بام وبتعتذر لها عن اللي حصل وبتقترح عليها إنهم يقسموا الساندوتش مع بعض. وفعلا بتوافق تشامب على اقتراح بام وبيدي العم دان نص الساندوتش اللي معاه للحمام. وساعتها بتروح تشامب وبتتعرف على ماك وعيلته وبتقول لهم إن هم لو محتاجين أي حاجة ممكن يطلبوها منها. فبتعرفها بام إن هم تايهين وبتسألها إزاي يقدروا يروحوا لجزيرة جامايكا، فبتقول لها تشامب إنها تعرف حد ممكن يدلهم على الطريق لهناك، وبتطلب منهم يجوا وراها. وفعلا بينطلقوا كلهم وبيطيروا ورا تشامب، وفي الطريق بيفضل ماك وعيلته يتفرجوا على جمال المدينة. وبعد شوية بيوصلوا كلهم لسطح مطعم معين وبيتخضوا لما بيشوفوا طيارة على شكل نمر، وساعتها بتطمنهم تشامب وبتعرفهم إن الطيارة دي بتاعة الطباخ اللي حابس صديقها. وبتاخدهم تشامب وبينزلوا من فتحة التهوية وبيروحوا لصديق تشامب اللي بيكون بغبغان محبوس في قفص. وبمجرد ما ماك بيسألوا عن الطريق لجزيرة جامايكا بيحزن البغبغان جدا، وده لأنه كان عايش هناك. وبعدها بيبدأ البغبغان يوصف لهم الطريق لجزيرة جامايكا، واللي بيكون طريق طويل جدا وفيه متاهات كتير. وساعتها بيفهم ماك هو وعيلته إنهم مستحيل يوصلوا لهناك لوحدهم. وفي الوقت ده بيبدأ البغبغان يعيط وبيقول لهم إن هو بيتمنى إنه يرجع يشوف عيلته وأصدقائه من تاني. فبيتأثروا ماك واللي معاه بكلام البغبغان وبيقرروا إنهم يساعدوه ويحرروه من القفص، ولكن للأسف بيكون القفص ده مقفول بقفل محكم. وساعتها بيقول لهم البغبغان إنهم مستحيل يعرفوا يجيبوا المفتاح بتاع القفل ده لأنه بيكون دايما موجود مع الطباخ في المطبخ، وبيفهمهم إن المطبخ ده مكان خطير جدا وإنهم ممكن لو دخلوه ينتهي بيهم الحال كوجبة من البط المشوي. وبالرغم من كده بيتشجع داكس وبيكون عاوز يروح يجيب المفتاح، ولكن ماك بيمنعه. فبيتضايق داكس وبيقول
لوالده انه مش معنى ان هو خايف من كل حاجة يبقى لازم هو كمان يكون خايف منها. فبيتصدم ماك من كلام داكس وبيقرر ان هو اللي يروح يجيب المفتاح، وبيسيبهم ماك وبيخرج وبيفضل يتسلل من غير ما حد يحس بيه لحد ما بيدخل المطبخ. وهناك بيتفاجئ ماك لما بيشوف الطباخ وهو بيشرف على المساعدين بتوعه، وبعدها بيقلع الطباخ الجاكيت بتاعه وبيديه لواحد من المساعدين. ولحسن الحظ بيلاحظ ماك ان المفتاح اللي هو بيدور عليه موجود في الجاكيت. فبيفضل ماك يراقب المساعد اللي بيروح يعلق الجاكيت وبيمشي. فبيتحرك ماك وبيمشي بحذر شديد وبيستخبى بسرعة علشان محدش يشوفه. ولكنه بعدها بيتفاجئ بوجود بام اللي بتكون هي كمان كانت مستخبية. فبيتحركوا هما الاتنين علشان يسرقوا المفتاح. وبيروح ماك وبيساعد بام في انها توصل للجاكيت علشان تاخد المفتاح منه. ولكن وقتها بيتصدم ماك لما بيشوف الطباخ وهو بيجهز بطة مشوية علشان يقطعها. وبيترعب ماك جدا من اللي هو شايفه. بيسيب بام اللي بتاخد المفتاح وبتقع، وبالغلط بتخبط بام في طفاية الحريق اللي بتشتغل وبتطير وبتبهدل المكان. فبيتعصب الطباخ جدا من اللي حصل وبيبدأ انه يطارد ماك وبام وبيحاول انه يمسكهم، ولكنهم بيجروا منه بسرعة وسط المساعدين. ولحسن الحظ بيقدروا ماك وبام انهم يهربوا منه وبيخرجوا من المطبخ بسرعة. ولكن للأسف بتشتغل الموسيقى وبتتجمع الناس حواليهم من كل مكان علشان يرقصوا. ووقتها ما بيكونوش ماك وبام قادرين انهم يخرجوا من وسط الناس لان عددهم كبير جدا. ولكن ساعتها بتيجي الماك فكرة وبيرقص هو وبام وبيتفادى أرجل الناس قبل ما تدوس عليهم. وفي الوقت ده بيتفاجئ داكس واللي معاه لما بيشوفوا ماك وبام وهم بيرقصوا بالطريقة المبهرة دي. وفعلا بيفضلوا ماك وبام يرقصوا وهم فرحانين جدا لحد ما بيبعدوا عن الناس وبيطلعوا من على السلم. ولكنهم بعدها بيتصدموا لما بيشوفوا الطباخ اللي بيكون جاي ناحيتهم علشان يمسكهم. فبيجروا ماك وبام بسرعة وبيرجعوا للمكتب وبيحاولوا انهم يفتحوا القفص اللي البغبغان محبوس فيه. ولكنهم بيواجهوا صعوبة كبيرة في فتحه. وساعتها بيروح العم دان وبيضرب ماك وبيخليه يبلع المفتاح بالغلط. ومن ناحية تانية بنشوف الطباخ اللي بيعدي من وسط الناس وبينطلق بسرعة علشان يروح للمكتب. ولكن وقتها بتيجي تشامبو وبتقفل الباب على آخر لحظة. فبيقوم الطباخ تاني وبيقدر انه يكسر الباب، ولكنه بعدها بيستغرب لما ما بيلاقيش اي حد موجود في المكان. وفي الوقت ده بنشوف ماك واللي معاه وهم مستخبيين ورا العمود واللي بيفضلوا يلفوا حوالينه علشان الطباخ ما يشوفهمش. ولكن لسوء الحظ بتتخرم البالونة اللي كانت مع ماك واللي بيحاول انه يسيطر على الهيليوم اللي فيها. ولكن فجأة بيشوفهم الطباخ فبيتخض ماك وبيخرج الهيليوم وبيلف في المكان وبيخبط الطباخ وبيخرج المفتاح اللي بلعه. وساعتها بياخد البغبغان المفتاح وبيفتح القفص وبيتحرر وبيطير فوق في السماء. وبمجرد ما ماك وعيلته بيطلعوا للسطح بيروح لهم البغبغان وبيحضنهم وبيقول لماك ان هو اشجع بطة شافها في حياته. وبيوعده ان هو هيعمل اي حاجة علشان يوديهم لجزيرة جامايكا. وكمان بتقول تشامبل ماك ان هو طائر مذهل. فبيشكرها ماك وبيودعها هو وعيلته وبينطلقوا في طريقهم لجزيرة جامايكا. وفي تاني يوم بنشوف ماك واللي معاه وهم طايرين ومتحمسين جدا. وساعتها بتقول لهم جوين انها عايزة تروح للحمام، ووقتها بيضطروا كلهم انهم ينزلوا يستنوها لحد ما تخلص. ولكن فجأة بتصرخ جوين وبتقول لهم ان في حد بيبص عليها. ولما بيروح لها ماك واللي معاه بيتفاجئوا بوجود رسمة لطائر موجودة على باب في مكان غريب. ولما بينزلوا كلهم للمكان ده بيكتشفوا انه عبارة عن قبو قديم. وهناك بيستغربوا جدا لما بيشوفوا سلم بيوديهم على باب تاني. ولما بيفتحوا الباب ده بيتفاجئوا بمجموعة من الطيور وهم بيلعبوا يوجا، واللي بمجرد ما الطيور دول بيشوفوهم بيجروا عليهم. وساعتها بيجي الزعيم بتاعهم وبيرحب بماك واللي معاه وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم ان اسمه جوجو، وبيفهمهم ان هم عايشين في مزرعة كبيرة وان في 2 من المزارعين الطيبين بيهتموا بيهم. وفجأة بيفتحوا لهم المزارعين باب الحظيرة فبيخرجوا كل الطيور وهم فرحانين. وساعتها بينبهر ماك واللي معاه لما بيشوفوا المزرعة اللي بتكون عبارة عن ملاهي للطيور، وكمان بيركبوا كلهم جرار وبيتجولوا في المزرعة واللي بيتفاجئوا بكل حاجة بيشوفوها فيها. وساعتها بيقرر ماك هو وعيلته انهم يقضوا اليوم كله في المزرعة دي. وبعد شوية بنشوف ماك وعيلته وهم بيتزلجوا على المية وبيقضوا وقت جميل جدا مع بعض. ومن ناحية تانية بنشوف داكس اللي بيسمع صوت شاحنة وبيقرر انه يروح علشان يتفرج عليها. ولكنه وقتها بيتصدم لما بيشوف الطباخ وهو نازل منها، وبيتصدم اكتر لما بيشوف الطباخ وهو بيدي فلوس للمزارع وده علشان يشتري منه الطيور للمطعم بتاعه. ومن ناحية تانية بيكونوا الطيور مقتنعين ان هم رايحين رحلة. فبيجري داكس بسرعة وبيروح لجوجو بيحاول يمنعه من انه يركب العربية. وفي الوقت ده بيستغرب ماك من تصرفاتهم وبيروح يطمن عليهم. وبمجرد ما ماك بيشوف الطباخ بياخد داكس وجوجو بيستخبوا بسرعة. وبيطلب ماك من داكس انه يرجع لوالدته بسرعة على ما يفهم جوجو اللي بيحصل. ولكن داكس ما بيسمعش الكلام وبيروح علشان يحذر باقي الطيور اللي بيكونوا كلهم ركبوا العربية. وفجأة بيوصل الطباخ وبيدوس على أجنحة داكس اللي بيخاف جدا وبيقطع ريشه علشان يحرر نفسه. وساعتها بيثبتوا الطباخ في الأرض باستخدام الشوكة بتاعته وما بيكونش داكس قادر ان هو يحرر نفسه تاني. ولكن لحسن الحظ بيشوفوا ماك وبينقض على الطباخ وبيهاجمه وبيحرر داكس. ولكن للأسف
للأسف بيقدر الطباخ إنه يحاصرهم هما الاتنين، وقبل ما يقتلهم بيطلب ماك من كل الطيور إنهم يخرجوا من العربية، وفعلا بيخرجوا الطيور بسرعة من العربية وبيوقعوا الطباخ، فبيستغل ماك الفرصة وبيهرب هو وداكس، وبيحذر بام واللي معاها وبيطلب من كل الموجودين إنهم يطيروا بسرعة، وفعلا بيطيروا كل الطيور ما عدا داكس اللي ما بيكونش عارف يطير بسبب ريشه المقطوع، فبيروح له ماك وبياخده على ظهره وبيطيروا وبيهربوا كل الطيور من المكان على آخر لحظة، فبيتعصب الطباخ أكتر وبيقرر إنه ينتقم منهم. وبنشوف بعدها ماك وباقي الطيور اللي بيتعبوا من الطيران وبيقرروا إنهم يستريحوا في المدينة لحد الصبح، وبينزلوا على واحد من المباني، وهناك بيتخانق ماك مع داكس وبيزعق له لأنه ما سمعش كلامه وعرض حياته للخطر، فبيحزن داكس وبيسيبه وبيمشي. وبالليل بنشوف طيارة الطباخ اللي بتكون وصلت لنفس المدينة، ومن ناحية تانية بنشوف كل الطيور وهم نايمين ما عدا داكس اللي بيكون قاعد حزين جدا واللي بيسيبهم وبيروح يقعد لوحده. وساعتها بتروح له جوين وبتقوله إنها تحضنه علشان يهدى، وفعلا بتفضل جوين حضناه ومش بتسيبه. ولكن فجأة بتوصل طيارة الطباخ لمكان ماك وباقي الطيور اللي بيخافوا كلهم وبيجروا بسرعة علشان يهربوا، ولكن فجأة بيرمي الطباخ عليهم شبكة كبيرة وبيقدر إنه يمسكهم كلهم ما عدا داكس وجوين اللي بيستخبوا بسرعة قبل ما الطباخ يشوفهم. ووقتها بنشوف ماك اللي بيفضل يحاول إنه يخرج من الشبكة ولكنه للأسف ما بيقدرش، وبيسحب الطباخ الشبكة بتاعته اللي بترفع كل الطيور في الطيارة وبياخدهم وبيمشي. ومن ناحية تانية بيظهر داكس وهو مش عارف يروح وراهم لأنه مش قادر يطير وبيحزن جدا هو وجوين. وفي الطيارة بيحبس الطباخ كل الطيور في قفص كبير، وبيمسك ماك وبام وبيحبسهم في قفص لوحدهم هما الاتنين، وبيقفل القفص ده بالشوكة بتاعته وبياخدهم وبيخليهم جنبه علشان ما يحاولوش انهم يهربوا. وبنروح بعدها لداكس اللي بيفضل يحاول انه يطير ولكنه ما بيقدرش، وساعتها بتجيله فكرة لما بيشوف ريش البغبغان اللي واقع على الأرض. وفي الوقت ده بنشوف ماك وبام اللي بيفضلوا يحاولوا هما كمان انهم يخرجوا من القفص، ولكن الطباخ بيشوفهم وبيوقفهم، فبتحزن بام جدا وبتستسلم وبتفقد الأمل. ولكن ماك بيشجعها، وأثناء ما هو بيعمل كده بيكتشف انه عارف يخرج رجله من القفص، وساعتها بتجيله فكرة وبيخلي بام تعمل زيه، وبيمشوا هما الاتنين من غير ما الطباخ يحس بيهم، وبيفضلوا يرقصوا هما ماشيين علشان ما يعملوش أي صوت. ولما بييجوا ينطوا علشان يدوسوا على الزرار اللي هيفتح لهم باب الطيارة بياخد الطباخ باله منهم وبيوقفهم على آخر لحظة، فبتتعصب بام جدا وبتعضه من وشه، فبيتألم الطباخ وبيرميهم، وقبل ما يرجع يمسكهم بتهاجموا الطيور بالفواكه والخضروات اللي موجودة في القفص اللي هما محبوسين فيه، وبيساعدهم العم دان والبغبغان وبيكونوا مدفع وبيهاجموا الطباخ بقذيفة من قرع العسل اللي بتفقده الوعي وبتوقعه على الزرار اللي بيفتح باب الطيارة، وساعتها بيقع الطباخ والقفص اللي ماك وبام محبوسين فيه. ولكن لحسن الحظ بيتعلق الطباخ في الشبكة، فبيمسك ماك في شعره على آخر لحظة، ولكن للأسف ما بيقدرش ماك إنه يتحمل وزن القفص وبيقعوا هما الاتنين وبيستسلموا للموت. ولكنهم بعدها بيتفاجئوا لما بيشوفوا جوين وداكس اللي قدر يطير باستخدام ريش البغبغان، واللي بينطلق بسرعة ورا القفص وبيحاول يشيل الشوكة منه. وفي الوقت ده بتنضم له جوين وبتساعده وبيتحدوا هما الاتنين مع بعض وبيشدوا الشوكة بكل قوتهم، وبيقدروا فعلا انهم يفتحوا القفص وبيحرروا ماك وبام اللي بيحضنوهم وهم فرحانين جدا. ومن ناحية تانية بيقدر البغبغان هو وباقي الطيور انهم يكسروا باب القفص وبيتحرروا وبيخرجوا كلهم من الطيارة، وبيسيبوا الطباخ متعلق في الهواء، وبيروحوا كل الطيور لماك وعيلته وبيكونوا كلهم فرحانين جدا ان ماك وبام لسه عايشين، وبينطلقوا كلهم وبيكملوا رحلتهم. وبعد مسافة طويلة جدا بنشوف كل الطيور وهم قاعدين في نص البحر ومش عارفين يمشوا من انهي اتجاه، ولكنهم فجأة بيلاحظوا ان المية اللي تحتهم بتنور وبيكونوا كلهم مبهورين جدا بشكلها الجميل. وبعدها بيتفاجئوا اكتر لما الشمس بتطلع، وبيكتشفوا وقتها ان هم وصلوا لجزيرة جامايكا اللي بتكون جزيرة مذهلة جدا، وبيستعدوا كلهم وبيتولى داكس المقدمة وبيفردوا اجنحتهم وبينطلقوا وبيطيروا كلهم وبيستكشفوا الجزيرة. وبيفرح البغبغان جدا لما بيقابل اصدقائه وعيلته اللي بيحتفلوا برجوعه ليهم من تاني، وبينبهر ماك هو وعيلته لما بيشوفوا البغبغانات التانية وهم طايرين في السماء وبينزلوا في البحيرة. وبيتفاجئوا كمان لما بيقابلوا عيلة كيم اللي بيرحبوا بيهم في المكان، وبتفرح كيم جدا بشكل أجنحة داكس الجديدة. أما بام فبتشكر ماك على اللي هو عمله علشانهم، فبيحضنها ماك وبيشكرها هو كمان لأنها هي اللي كانت السبب في كل ده، وإن هي اللي فتحت عينه على جمال العالم. فبتفرح بام وبتحضنه وبيرقصوا هما الاتنين مع بعض على الشاطئ، وبينضم لهم البغبغان هو وكل الطيور وبيرقصوا معاهم. وبعد فترة بيجي موسم الهجرة اللي بعده، بنشوف عيلة ماك وهم بيستعدوا علشان يرجعوا لبحيرتهم، ولكن وقتها بيجي ماك وبيقول لهم ان هو لقى طيور تايهين وانهم لازم يساعدوهم علشان يرجعوهم لموطنهم. فبتتصدم بام لما بتشوف الطيور اللي بيكونوا عبارة عن مجموعة من البطاريق، وساعتها بتروح بام وبتعرف ماك ان موطن البطاريق هو القطب الجنوبي. وبالرغم من كده بيكون ماك متشجع جدا للهجرة، وبيبدأ كمان انه يشجع عيلته، وفعلا بينطلقوا كلهم علشان يخوضوا مغامرة جديدة. الملخص ده
بصوت لميا نجيب، وكتبوا ومنتجوا باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة توني ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.